خدعوك فقالوا تقدر تبيع أي حاجة لأي حد. وإن جيت للحق، ده مش ممكن يحصل إلا في حالة توافر 3 شروط، وهم اختصار لكلمة مان. ام يعني ماني، اللي هي القدرة الشرائية. يعني مثلا كلنا عايزين نركب مرسيدس، لكن اللي معاه فلوسها بس هو داعم المرسيدس. ايه يعني الاثوريتي، اللي هو مين معاه قرار الشراء. يعني مثلا لو انتوا في البيت عايزين تشتروا غسالة، اي نعم انت اللي هتدفع فلوسها، بس زوجة حضرتك هي اللي هتختار انهي غسالة. ففي الحالة دي هي دي العميل. ما تزعلش يا صديقي، كلنا بناكل عيش. وبعد كده ان يعني نيد، اللي هو الاحتياج للمنتج اللي انت بتبيعه. ما تقدرش يا صديقي تبيع اي حاجة لأي حد من غير ما يكون في احتياج للحاجة دي. يعني مثلا هل تقدر تبيع حفاضات أطفال لراجل عازب، أو مشت لواحد أصلع؟ في الحالة دي يا صديقي، لو ال3 شروط دول اتوفروا في العميل بتاعك، هتعرف تبيع له أي حاجة.